ايه يا عم، كل مره تجيب لي فلوس وتجيب لي فاتوره اغرب من اللي قبلها وتقول لي نعملها مع بعض. ايه ده بقى المره دي؟ برازيلي واندونيسي وهند روبيستا وتحويجه وكولومبي. ايه يا عم ده؟ ايه كل ده؟ طب ما تيجي بقى اقول لك على حاجه نعملها ونوريها للناس وفي الاخر هجربها واقول تقييمي ليها بكل صراحه. حطيتك ب 200 جرام من البن الكولومبي، قلبك جامد كده، قلبك جايبك ميزز طعمه حلو وفي نفس الوقت توب القهوه. تقول لي التوب مين؟ اقول لك الكولومبي. فهنبتدي ال 200 جرام الكولومبي. واسمر برقصه صامبا. بصراحه اي حد بيحط برازيلي في الخلطه بعتبره بيفهم. مرارته قليله، كريمي جامد جدا، بينفع مع اي خلطه. فنحط ال 150 جرام. الروبيستا حاجه تظبط لك الوش، كافيينها عالي وفي نفس الوقت سعرها على قد الايد، عشان برضو الكولومبي ب 200 جنيه وبرازيلي، فانت جاي كده في حاجه تقيله، فقلت تهدي السعر بالاندونيسي هيظبط لك الوش ويديك كافيين عالي. حطيت 100 جرام. ظبطت القوام بتاعها ب 75 جرام من البن الهند الروبيستا اللي طعمه مش هيظهر في قلب الخلطه بس هيظبط القوام بتاعها. وسط الطيب وقف القلب فجاه، يعني ده وقوف قلب. يعني انا بصراحه مش برشح لاي حد الكلام ده يعني بصراحه، بس تخليني اعمل واجرب واقول لكم رايي. تحويجتك ادى ال 5 جرام الجينسنج المزيت الكوري الاصلي، وادى يا عم الاربعه جوز الطيب، وادى الحبهان. انا هجربها رغم ان انا شارب 5 6 قهوه النهارده، لو جات لي حاله نوبه الحقونا. شكلك هتفلح هنص والله، خايف لا تفلح. بص، هي الوش حلو، قوام حلو جدا جدا، القهوه طالعه كريمي، ريحتها وطعمها اتقبلهم عادي، بس ديت ما اشربش منها غير فنجان قهوه واحد في اليوم. يعني انا لو هاخد التوليفه ديت هو 1 فنجان بس، اصحى الصبح اشربه اعيش عليه اليوم كله، اروح شغلي، العب كوره، اروح الجيم، اعمل اي حاجه. توب بصراحه، توب ومفيش غلطه بصراحه. انا اسف ليك، كمل بقى الفنجان ده لان انا